أهلا بكم عشاق المسلسلات. إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال وما ناقصكم حتى خير. كيف ما شفنا في الجزء اللي فات، يامان تخبى في الكوفر الطوموبيل ديال ألاز، وغير وصلوا تفاجأ ألاز منين شاف يامان قدامه وهما كيدابزوا. سمعوا صوت القرطاس وجرى ألاز وهو خايف على باباه، وغير دخلوا لقاو سرحان طايح مضروب بالفردي في كتفه، وقال لهم أن أحمد هو اللي تيرى عليه وهرب. وبغى يامان يتبعوا ولكن وقفوا سرحان وقالوا لأنه سجل اعتراف أحمد في التليفون، واعترف أحمد في الفيديو أنه هو اللي خطف يامان بمساعدة خالو جانين وخباه في القبو المنزل ديال اختو. واختو ما عارفه والو، ما عندها حتى علاقه بالاختطاف، وطلب منها تسامحه لانه خبى يامان في بيتها وبسببه شدوها البوليس. وهنا قال له سرحان ان خالو جانين هو صاحب الملهى اللي شافوا فيه مع أحمد. وهنا تفكروا يامان وقال له واش هو خالي؟ قال له سرحان هو. وهنا كنشوفوا هند اللي دخلت المنزل اللي لقات فيه الهاتف خالها قدامه، ولقات جانين طايح على الارض وميت. وانا هنا دخلت وقلت نلبس هند شويه حوايج مستورين حيت واقيلا ما عندها ما تلبس. كان سرحان في المستشفى وحكى لهم انه منين حكات له اجا الجرح اللي شافته في رجل احمد شك في الموضوع وبقى مراقبه وكيقلب يمكن يلقى شي دليل، وعرف انه شريك في الملهى مع جانين، ومشى لعنده وداه معاه البيت المزرعه باش ياخذ منه الاعتراف، ولقى عنده باليسه ديال الفلوس وضربوه وصور اعترافه. منين كان باغي يسلمو للشرطه هرب له وتيرى عليه. وكان سرحان غضبان من عائلته لانه في الوقت اللي كان كيقلب على اللي خطف ولده شكوا فيه هو واتهموه. يامان رجع للدار اللي كان عايش فيها مع خوته، لكن جا عنده سرحان وعاود رجعوا لدارهم ودخل عليهم يامان وكلهم فرحوا لانهم بجوج رجعوا. اشرف طلب من سرحان هو اللي يجلس في بلاصتو لانه هو الحامي ديال العيله، وقعدوا كياكلوا كاملين. ويامان نادى على سرحان بكلمه بابا، وسرحان كان فرحان. من بعد كنشوفوا سرحان هو في الطوموبيل وكيبتسم ابتسامه كلها خبط وهو كيتفكر الخطه اللي دارها. سرحان هو اللي خطف يامان هو واحمد وشيكلام. وهنا نرجع من يومين قبل، سرحان سمع يامان وهو كيعاود لاسي وجهاد ان اللي خطفوا واحد من عائلته، ومشى عند احمد باش يفكروا يديروا شي خطه يخرجوا بها راسهم. وهنا ما كان عندهم حل غير انهم يوقعوا جانين في الخطه هذه لانه عنده نفس اسم العائله وغيتيقوا بهذا الشيء بسرعه. وهو اصلا عنده مشاكل مع عائلته، باه ما كيعطيهش الفلوس وحرموا من الثروه ديالو. وسموا كل شيء في جانين خال يامان، هو اللي خلى احمد يتيري عليه في كتفه باش يهرب. وشيكلام حتى هي كانت جالسه وكتفكر منين مشات عند جانين للدار وكبات لنفسها والجانين مشاو باش يتكلموا، وبدات كتحكي له انها من ايام الجامعه وهي كتبغي سرحان. وسرحان منين شاف جوفين خاطب نسلهان تخلى عليها ومشى دغيا قفز على الفرصه وتقرب من اختو نسلهان وتزوج بها، واعترفت له باللي هي وسرحان واحمد خطفوا يامان وبان يامان ماشي ولد سرحان. ونسلهان كانت مخبيه هذا السر وهي اللي عارفاه، لكنها في الاخر ما قدرتش تخبيه اكثر وقالت لسرحان على كل شيء. وجانين كان ما قادرش يتنفس ومصدوم من الكلام اللي كيسمعه، وبغى يمد يديه ياخذ الدواء ديالو لكنه طاح ومات بسبب السم اللي داروا له شيكلام. من بعد كنشوفوا سرحان وهو مشى عند شيكلام وعنقها وكيحتفلوا بنجاح خطتهم. هند ويامان كانوا كيرسموا على جدار القبو باش يبداو بدايه جديده وينساو كل شيء. نشر كل شيء في الاخبار وعرفوا باللي جانين مات، وكانت العيله كلها في حداد، ولكن حتى واحد ما مشى للجنازه تاع جانين. وكان كل شيء حزين على جانين الا سرحان هو اللي كان عايش حياته عادي وكيفطر وكياكل، وقال لمرته انه ما عندوش الوقت يحزن على واحد خطف له ولده وغيمشي يوقف على خدمته، وهي تكمل حدادها على اخوها اللي سرق ولدها. من بعد نسلهان جمعات كاع ولادها وحاولت تصالحهم على بعضياتهم، وقالت لهم ما خصكمش تكونوا كما انا وخويا جانين لان احنا ما قدرناش نكونوا كخوت. واشرف كيكون في المكتب ديالو وكيحاول يجمع صورته هو وولده وكان حزين عليه بزاف. نسلهان بدات كتخلي ولادها يتفرجوا في الفيديوهات ديالهم هما صغار باش يتفكروا اخوه اللي بيناتهم، ولكن الاز قال لها انه ما متذكر حتى شي حاجه من هذا الشيء، وهو متذكر غير من بعد هذا الشيء لانهم هذه كانت هي اخر اوقاتهم السعيده، انه كبر قبل الوقت وكان خاصو يرد البال على خوته اللي باقين بسبب ان امهم كانت في اكتئاب وما كانش رد عليهم البال. وناض وقال لها خلي لك ذكرياتك السعيده مع ولدك، وناضوا بجوج ومشاو. يامان وعد امه انه غيكون الاخ الكبير لخوته وطلب منها ما تزيدش تحزن نفسها على هذا الشيء. من بعد شافت نسلهان هند وهي
وهي كتحاول تخبى وما تبان ليهاش، وعيطات ليها وعنقاتها وقالت لها بالله هي ما عندها حتى شي دخل في هذا الشيء اللي وقع. ومن بعد عنقهم يامان بجوج وطلبت من يامان انه يوصل لها الجامعه. واشرف كان حابس نفسه في بيته لانه ما باغيش ينزل عندهم، وكان كيلوم نفسه انه هو السبب في هذا الشيء اللي وقع كامل، انه ما قدرش يكون اب جيد لولادو. في المستشفى كانت شقلام كتحاول تقرب من سرحان وهو كيحاول يتفاداها وكيقول لها انه غيبدا ذكريات جديده مع مرته وولادو. وفي هذا الوقت دخلت عليهم نسلهان ولقات شقلام جالسه وكتعطي الاستقاله ديالها لسرحان، واعتذرت منها وقالت لها انها ما قدرت تكون لا ام جيده ولا اخت ولا صاحبه جيده، واعتذرت منها وطلبت منها تسامحها لانها شكات فيها، وهي لانها حنينه وقلبها زوين سامحاتها وقالت ليها انتي صاحبتي وعزيزه عليا ونعمه الصحبه هذه. وعنقاتها نسلهان وهي ما عرفاش بانها معنقه لفعه حق وحقيقي. يامان بدا كيعلم هند هما في الطريق انها تعلم تسوق، ووصلوا للجامعه وغير دخلت بدا كلشي كيهضر عليها، وهو تقدم وشد يديها. وهنا شافهم الاز وكان في قمه الغضب ودخل صاله رياضه وبدا كيضرب كاع الشباب اللي تما. ومن بعد ما ضربهم طلب منهم يخويو من الجامعه ديالهم ان كلشي اللي في هذه الجامعه ديالو هو. يامان هو واقف مع هند شاف رزقار هو كيغوت على شاقله وتدخل باش يدافع عليها، وهنا هي قالت له ماشي شغلك هذا حبيبي وكيغير عليا. ويلي ويلي منين ولات الاخت صاحب قدام خوها ما بقيناش في خير. وهنا يامان بزز عليه مشى وخلاها ومشى كيقلب على الاز اللي لقاه في الجيم وقال له انه كيشك بان رزقار كيعنف اختو شاقله، وهو قال له ماشي شغلك، وانه كو كان بصح كيعنف شاقله كون عرف هو الاول وغايدير خدمته فيه. وهو غادي خارج شاف رزقار هو كيطلع شاقله لطوموبيلته بزز عليها وتبعو. سرحان ونسلهان كانوا كيتغداو مع بعضياتهم وطلب لها الحوت اللي هي كتبغيه، وامو تسمع بالصدفه باللي العلاج ما نافعو بوالو، انه ما غاديش يتشافى ويوقف على رجليه كيف ما هو متوقع. وكان حزين بزاف وطلب من ايجي تخليه بوحدو واتصل بيامان، ويامان جاوبو قال له انا مشغول دابا من بعد نعيط لك وقطع عليه. وهنا يامان وصل لشقه رزقار ودخل وهو كيقلب على شاقله. رزقار كيقول له ما كايناش هنا ونزلها في الطريق لانه كان عندها شغل، وطلب من يامان يمشي في حاله قبل ما يعيط له على البوليس. ويامان هدو الا تأدت شعره من اختو غادي يندم، وغير مشى خرجها من الخزانه وهددها الى بقى يامان يلحق فيه غادي يقطع علاقته بها، وطلب منها باش ما تمشيش للدار وتمشي عند شي وحده من صحاباتها باش ما يشوفوش الضرب اللي في وجهها. بيت جهاد واسي انفجر القادوس اللي في بيتهم وكاع الحوايج اللي فيه فزكوا. وفي هذا الوقت عيط ليهم اموت وقالوا له حنا مشغولين من بعد نعيطوا لك وقطعوا. وفي هذا الوقت جا يامان وشافهم هكاك وعيط لسرحان وسولوا الى المنزل اللي غيسكنوا فيه اسي وجهاد واجد. قال له مازال فيه تصليحات وطلب منه يديهم البيت المزرعه يسكنوا تما بين ما يكمل بيتهم، وشكروا وداهم ومشى. نسلهان عمرها ما بغات سرحان ومازالها ما نسات خطيبها القديم اللي سمح فيها نهار العرس ديالهم، ولكنها شدات في سرحان وشكرته لانه تحملها هاد السنين كلها وانها ما كانش زوجه مزيانه ودوزت حياتها وهي غير مكتئبه وهو ما سمحش فيها وصبر عليها ووعدته انها غتعوضو على كل شيء. خطيبة جانين مشات عند أشرف عطاتو دعوة العرس ديالهم اللي كان باقي عليه 15 يوم، وقاتلو جانين كان غادي يعزمو للعرس ديالو وهو للأسف ما حضرش حتى لجنازته، وقاتلو باللي مستحيل يكون هو اللي خطف ولد اختو وشرى المحل بالفلوس ديال الفدية، حيت كان هكا ما كانوش كيخلصوا كل شهر كريدي ديال المحل للبنك. يامان وصحابو وصلوا للبيت المزرعه وعيطات هند على يامان وعزماتو يتغدى عندها وهي اللي مطيبه كل شيء بيديها، واسي ميته بالغيره. بعدها الاز يكون واقف قدام منزل هند وعرف باللي هند عارضه على يامان عندها، ومشى هو معصب وموت فقد اعصابه لان حتى حد من خوتو ما جاوبه ولا سول فيه، وبدا كيهرس كل شيء وطرد ايجي من عنده وسد عليه الباب بالمفتاح. شاقله مشات للبيت المزرعه باش ما يشوف حتى حد الضرب اللي في وجهها، لكنها غير دخلات تفاجات بجهاد وعاسي تما وبدا كيسولها جهاد شكون اللي ضربها، وهي غوتات عليه قالت له ان هذا الشيء بسببه هو، وهو سولها علاش هو السبب. قالت له كان لازم عليها ترسم اقبح وجه شافته في حياتها ورسمات
لقاتو هو وحبيبها غار عليها منه. فهاد اللحظه رجع يامان لانه نسى تليفونه، وبسرعه خباو شاكلا باش ما يشوفهاش ويمشي يدير شي مصيبه. لكن جهاد ما قدرش يسكت وقال له انه ما يقدرش يخبي هادشي عليه، وقال له دخل تشوف اختك في اش من حاله هي. وغي شافها ما قدرش يتحكم في غضبه وخدا منها تليفونها وعرف باللي روزكار عند الاس في الدار، ومشى لعنده وهي اتصلت بيه وقالت له يا مان جاي لعندك، يلا خرج وسير في حالك من تما بسرعه. وهو خرج بسرعه قبل ما يلحقوا يامان، ولكن اسي خدات التليفون من يدها وعيطت لالاس وقالت له باللي صاحبه ضرب اختو وصوراتها وصيفطات له التصاور ديالها. وفي هذا الوقت كيكون وصل يامان وبدا كيضرب فيه، وهند كتحاول تمنع يامان لكن ما قدرتش عليه، والاز واقف كيتفرج على صاحبه كياكل العصا. وهنا جاء اتصال يامان من اختو ايجي وقالت له باللي امو جاتو نوبه عصبيه وسد على نفسه، ويامان مشى لعنده بسرعه. من بعد كنشوفوا اشرف مشى لمنزل ولدو جانين، وغير دخل لقى تصاوروا معاه ومع العائله معلقين في الحيط، وقال لفريده باين ولدو كان ندمان، ودخل كيقلب لعل وعسى يلقى شي دليل يثبت على ان ولدو ماشي هو اللي خطف يامان وانه ما انتحرش. وكنعرفوا ان جانين خو نسلهان من باها ومن ام مختلفه، وكان عاودوا نشوفوا سرحان ونسلهان في المقهى واتفقوا باش يمشيو يدوزوا الليله في الفندق ويجددوا حبهم. وبعت ميساج لشيكلام وقال لها ان الحاله النفسيه ديال نسلهان ماشي هي هذيك وما غيقدرش يمشي لعندها. لكن نسلهان عيطت على شيكلام وهي في الحمام وقالت لها انها غدوز الليله مع سرحان في الفندق، وطلبت منها الى ممكن تمشي تطلع على ولادها لان بالها بقى عندهم، وهي طمأناتها انها غتمشي تطلع عليهم. ويامان وصل للمستشفى وبدات كتعاود له يجي شنو وقع، ودفع الباب ودخل عنده ولقاه طايح وكيبكي، وقال له باللي هو ما سمحوا فيه وخلاوه بوحده، وباللي هو ما عمرو غادي يمشي على رجليه وغيبقى مقعد. ويامان كيأكد له انهم ما عمرهم غيسمحوا فيه ومستعد يهزو فوق ظهره حياته كامله. الاس تبع صاحبه ووقف له في الطريق ونزل روزكار هو كيقول له واش شفتي خوك المتوحش شنو دار فيا؟ قال له الاس لا انت مازال ما شفتيش المتوحش ديال بصح، وضربوا بزرواطه وجابوا طايح وهزو وداروا في طوموبيلته ومشى في حاله وخلاه. وهنا شيكلام وهي كتحاول تصبر يامان، وهو سولها على حالة أمه وقالت له باللي أمه جربت معاه كل العلاجات وحتى علاج ما جاب معاه نتيجة، والحل الوحيد اللي بقى هي العملية. وهو قال له باللي حتى حد ما جاب له سيرة العملية، وهي قالت له لأنها خطيرة ونسبة أنه يعيش ضئيلة بزاف، لكن كاين امل مع جراح مشهور وهو دابا هنا في اسطنبول، ولا قدرتي تتواصل معاه هو اللي غيكون العلاج لصاحبك. والدكتور هذا كيكون هو خطيب نسلهان القديم، وشيكلام كدير هادشي كله باش تخسر راحة سرحان مع نسلهان. واشرف لقى مذكرات ديال ولده وتأكد باللي ماشي هو اللي خطف ولد اختو، وباللي احمد غيسمى فيه كل شيء، واتصل بالنائب باش يبلغوا بان ابنه ما ماتش منتحر. في هذا الوقت لقات فريده الحلقه طايحه وعرفتها باللي ديال شيكلام، لكنها ما قالت والو لاشرف. من بعد كنشوفوا يامان مشى عند الدكتور اللي قاتلو عليه شيكلام، ولكن من سوء حظه لقاه مشى. ويامان تبعو طوموبيلته وقطع طريقه، وكيكون هذا هو خطيب مو القديم وبواه الحقيقي وسميتو جوفين، وترجاه انه يعاين خوه ويعالجه لانه مقعد. وقال له انا عارف باللي انت عندك مشاكل مع عائلتي، لكن اموت ما عندوش عائله، ولا ساعدتيه غتكون ساعدتي واحد من الشارع. وجوفين وافق انه يدير معاينه اوليه للحاله ديالو. من بعد كنشوفوا الاز حوايجو كلهم عامرين بالدم، وحيدهم ولبس حوايج جداد ولاح اللي فيهم الدم والزرواطه في القمامه. ومن بعد مشى للدار ولقى هند واختو هي كتهضر في التليفون ومصدومه وكتبكي حيت عيطات على حبيبها، والبوليس هما اللي جاوبوها وقالوا لها باللي لقاوه مضروب وقلبه حابس وما كينبضش. عنقها خوها وهو كيحاول يهدنها. في هذا الوقت جات نسلهان وسرحان لان ايجي عيطات لماماها وقالت لها اللي وقع مع اموت، وجا يامان ومعاه جوفين وقال لهم باللي هذا الدكتور غادي يدير العمليه لاموت. نسلهان بقات مصمره في بلاصتها وسرحان ما قادرش يستوعب. وشيكلام فرحانه وكتسلم على جوفين وكترحب به. وهنا عرف جوفين باللي يامان ما قالش لوالديه انه غيجيبو وبغى يمشي في حاله لان نسلهان ما كانتش قابله تشوفه في المستشفى ديالهم، لكن داتو شيكلام للبيرو ديالها باش يشرب معاها قهوه بين ما يامان يقنع اهله. سرحان خلاهم ومشى للحمام، ونسلهان كتقول
يامان بغضب علاش مشاو جابوا لهنا، وسولاتو منين عرفوا. هو قال لا بحث في الانترنت وعرف بلي هو دكتور محترف ومشهور وهو اللي غادي يعالج أموت. وسمعهم جوفين وهما كيدابزوا بسبابه وناض يمشي في حاله، لكن تبعوا يامان وترجاه ما يمشيش وباللي هو الحل الوحيد اللي بقى لصاحبه. هنا جا سرحان وقال له ما كاينش مشكل الا غيقدر يساعد صاحب ولده مرحبا به في المستشفى. ونسلهان شافت فيه بغضب ويامان فرح وعنق باباه لانه قنع جوفين يعاين حالة أمود. ونسلهان قالت لسرحان اش هاد الشي درتي، وهو قال لها درت اللي خاصو يدير لانني شايف بلي هاد الشخص ما كيهددش عائلتي، ولا انت شنو رايك؟ وهي يلا غتجاوبو داتها شي قلام من عندها للمكتب وقالت لها اش هادشي كديري يا صاحبتي، تقولي يلا سمح فيك البارح ولا مازالكي كتبغيه؟ وهي قالت لها اش كتقولي نتيا؟ وشي قلام قالت لها شوفي يا اختي المكتب كيفاش داير، يامان مشاو جابوه الحقيقي حتى لهنا. ونسلهان كتقول لها سكتي عافاك سكتي، وكملات شي قلام وقالت سبحان الله يامان كيشبه البابا بزاف. شكلها مشات عند سرحان البيرو ديالو وسولها الا هي اللي قالت اليامان على جوفين، وهي قالت له انا اللي قتلو باش تتعلم تخليني وتمشي مع نسلان الفوندا. وبفضلها يامان تجمع مع باباه، والا جوفين عرف بلي يامان ولدو ماشي بعيد يدي معاه يامان وحتى نسلان. يامان كان مع جوفين عند أمود وجات حتى جهاد وآسي وكانوا فرحانين لانهم لقاو اللي غيدير العمليه لخوهم، وجوفين طمأنهم ان أمود غادي يتحسن. قدام باب المستشفى كانت نسلهان كتهضر مع جوفين وقالت له كنتمنى ما تخليش ولدي في نص الطريق كيف ما خليتيني انا. وفي هذا الوقت جات الاسعاف وهي هازه روزكار، وكي شافتو نسلهان خافت عليه ودخلت بنفسها للعمليه ديالو، وحتى جوفين دخل معاها. وسرحان شافهم بجوج وكان معصب بزاف. وموت اعتذر من ايجا لانه طردها من بيته، وهي قالت ما تزيدش دير بحال هكا وعنقاتو. يامان حكى لآسي وجهاد انه ضرب روزغار. في هاد اللحظه جات شاكله وهند وسرحان سولها شكون اللي ضربها هكا، وهي كتكون خايفه على روزغار، وهند قالت له بلي روزغار حبيبها هو اللي ضربها. وشاكلا غير شافت يامان بدات كتضرب وكتقول له انت السبب دمرتي حياتي، روزغار بين الحياه والموت بسببك. وباباها مصدوم وما عارف شنو يدير، وحتى يامان كان مصدوم وما متيقتش باللي الضرب اللي ضربوه وصلوا بين الحياه والموت. وآلاز دخل عند باه للبيرو وقال له باللي بصح يامان اللي ضربه، ولكن هو اللي كمل عليه وقال له باه خاص روزغار ما يخرج حي من العمليه حيت الا عاش هو غيدخل الحبس. مشى دخل سرحان العمليه وكتكون مرته وجوفين صافي غيبداو يديروا له العمليه، وقال لها سرحان خرجوه من هنا وديوه للمستشفى واحد اخر يدير فيه العمليه، ولكن نسلهان ما قبلتش وقال لها ضرب بنتنا ومزرق ليها عينيها وماشي هي هذه اول مره يضربها. صدمات نسلهان وسولاتو الا آلاز هو اللي دار فيه هكا، وقال لها لا يامان هو اللي ضربه. وهند مشات كتعاتب آسي وجهاد لانهم هما اللي قالوا اليامان واش كانوا كيتوقعوا من غير هادشي اللي وقع. ويامان كان قاعد ومتوتر وخايف. ونسلهان عاود دخلت العمليه وقال لها جوفين علاش عاودتي دخلتي، وهي قالت له دخلت دابا بصفتي دكتوره وماشي بصفتي وخاصنا ننقذوا حياته. كانت العمليه صعيبه بزاف لكنهم قدروا ينقذوه. اليوم الثاني كانت هند خايفه بزاف على يامان وعنقاتو كتواسيه، وفي هذا الوقت جاو البوليس باش يديو يامان، ويامان عنق صحابو وطلب منهم يردوا البال لبعضياتهم. وعنقاتو نسلهان قالت له ما تخافش انا غنخرجك منها حيت انت ما درتيش حاجه غلط كنتي كتحمي اختك. من بعد الشرطه اتصلوا بآلاز وقالوا له بان خوه يامان كيطلب يقابلو. نسلهان كانت قدام المستشفى وكتشوف في الفيديو ديال يامان هو كيضرب آلاز، وجلس حداها جوفين وشاف الفيديو معاها وسولها يامان باش ضرب روزغار، وهي قالت له باللي ضربوه غير بيدو وما ضربوا حتى حاجه، وطلب منها تعطيه يشوف الفيديو، ولكن هي قالت له ما محتاجينش مساعدتك وناضت ومشات في حالها. آلاز مشى عند يامان وطلب منه يامان يرد البال لامهم والخواتاتو، وقال له باللي وقع اللي كان باغي هو غيكونوا بوحدهم وباللي هو ما غيكونش وسطهم. ولام آلاز لان هاد المده كامله ما قدرش يلاحظ باللي صاحبه كيعنف اختو، وكون كان رد البال لاختو ما كانش غيوقع هاد الشيء. وقال له آلاز باستهزاء برافو عليك حتى لهنا ومازال كتلعب دور البطل. وهو غادي في حاله قال له باللي ماشي هو بوحدو اللي بطل وكاين ابطال في الخفاء. جهاد وآسي جاو عند يامان للمخفر الشرطه باش يشوفوه، ولكن الشرطه ما خلاوهمش يدخلوا لعنده وسولوا آلاز عليه، وهو قال لهم باستهزاء باللي طلب يشوفوا هو وما طلبهمش هما. واشرف كان جامع المحاميين عنده كيطلب منهم يخرجوا يامان باي طريقه. وشاكلا كانت عندها الطبيبه النفسيه وعطاتها مهدئات
دخلت باش تنعس وترتاح. وقالت نيسلهان بان حالة شاغلة صعيبة وباللي هي كتبغي روزكار واخا الاذى والاهانات والضرب اللي كان كيعطيها، وهاد الاعراض كلها جايه من الطفوله ديالها. وهنا نيسلهان كانت كتلوم نفسها لانها ما كانتش ام جيده لاولادها. وهند كانت كتهضر مع ماماها وكتبكي، وماماها ما مسوقاش ليها، وكتكون كتوجد راسها باش تمشي مع نيسلهان للمحكمه ديال يامان. وقالت لهند انت كي تكوني كتبكي على يامان وتكوني حبيتيه ما ديريش فحالي كيف ما انا حبيت باباك، وبابا كان فحال يامان. والنتيجه كانت انك تربيتي بلا اب. ومشات عند نيسلهان وسولت فريده الى نيسلهان مشات ولا مازال، وهي قالت لها مازال لداخل. وعطاتها فريده الحلقه ديالها. وشيغلام غير شافت الحلقه فرحت وقالت لها كيحسب لي صافي ضيعته وما غنزيدش نلقاه، فين لقيتيه؟ وفريده قالت لها لقيته فين طيحتيه. من بعد خرجت نيسلهان واشرف وركبت معاهم شيغلام طوموبيل ومشاو. واسي وجهاد جاو كيسولوا على يامان، وقالت لهم فريده باللي غيتعرض اليوم على المحكمه. وقالت اسي واش بهاد السرعه؟ وطاحت وفقدت الوعي لان عرفت ان يامان ممكن يتحبس. ودخلاتهم ومنين عرفتهم ما واكلينش من البارح قالت لهم ما غتمشيو من هنا حتى تاكلوا وترتاحوا. جهاد بالغلط دخل بيت شاغله ولقاها ناعسه وقرب منها وقال لها كيفاش تخليه يضربك وانا كنخاف حتى نقيسك بصباعي. وجا باش يخرج من بيتها شاف الاز نازل في الدرج وهو يتخبى في الحمام، وسمع الاز هو كيعترف لختو وكيقول لها انه ضرب عصفورين بحجر وحده وباللي يامان يستاهل هادشي اللي طاح فيه. وفي المحكمه تلقوا يامان مع شرط ضمان محل اقامته لان جوفين قدم للمحكمه اشعه كتثبت بان روزكار تضرب جسم صلب وباللي ماشي يامان اللي وصل لهذيك الحاله. وخرج يامان وعنق جوفين وشكروا. ووصلت حتى نيسلهان وسرحان واشرف وعرفوا باللي جوفين هو اللي خرج يامان وشكروه كاملين. ويامان عرض على جوفين يتغدى معاهم وهو قال لهم يمشي يبدل ويلحق عليهم المطعم. واشرف كيكون ما حاملش جوفين وكيشوف فيه بغضب. جهاد عاود الاسي الكلام اللي سمعوا من الاز. وفي هذا الوقت الاز خرج وجبد عليه جهاد الموس وقال له زيد قدامي وداو حدا المسبح باش يستجوبوه، لكن هو ما كيجاوبهمش. وهنا جات هند وغوتات عليهم وقالت لهم ما قدكمش المصيبه اللي طيحتوا فيها يامان وزايدين هازين الموس على الاز. ونادات على الامن باش يخرجهم. وهنا جا يامان وطلب من الامن يبعد عليهم وقالت له هند هما السبب الشيء اللي وقع لك وخاصك تحدهم عليك. ويامان قال لها الا كتفكري هكا على خوتي انت اللي خاصك تبعدي عليا وماشي هما. ومشات وهي غضبانه منه وحتى الاز تبعها. وسرحان كان كيحاول يتواصل مع الاز ولكن الاز ما كيجاوبوش. وكانوا كلهم في المطعم ونيسلهان قالت ان المطعم زوين بزاف. وسرحان شد يديها وقال لها انه هو ديما اختياراته زوينه. وجوفين كان ما عجبوش الحال وطلب من الكارسون يجيب له طبق السمك واللي حتى نيسلهان بالنسبه ليها اكلتها المفضله ولكنها كتطلب اكل واحد اخر. جوفين قال لها انت عندك حساسيه من هاد الاكله كيفاش غتاكليها؟ سرحان كان غضبان بزاف وشيغلام فرحانه بزاف بهادشي اللي كيوقع بين نيسلهان وجوفين. الاز اتصل بباباه وهو قال له وجد راسك لانك غادي تسافر خارج البلاد. وهو قال له واخ. جهاد واسي عاودوا اليمن على الكلام اللي قالوا الاز. هو مشى يشوف كاميرات المراقبه ديال منزلهم وشاف الاز خرج بحوايج ورجع بحوايج وحدين اخرين وشك فيه ومشى للبلاصه فين لقاو البوليس روزكار. ومشى حتى لاقرب ستاسيون حدا المكان وبقى كيقلب في القمامه اللي فيها حتى لقى الزرواطه والحوايج فيهم الدم اللي لاحهم الاز. ومنين رجع للدار لقى هند وهي ماشي في وعيها وكتدخل وتخرج في الهضره. وهو قال لها انت دابا ماشي في وعيك وبغى يديها لدارها. وهي قالت له لا انا باغا نعرف الشخص اللي غوت عليا وقال لي نبعد عليه واش علي ولا يامان. وهو قال لها الا مازال كي كتشوفيني متوحش كيف ما كنتي كتقولي من الاحسن تبعدي عليا. ويامان هو اللي كيهضر معك دابا وما كاينش هنا شي حد سميتو علي. ومشى وخلاها. وكنشوفوا الاز وهو كيوجد راسو باش يهرب ودخل البيت اختو وكتب ليه رساله كيقول فيها انه هو اللي وصل روزكار بين الحياه والموت. ومنين مشى البيت ولقى حوايج اللي فيهم الدم فوق ناموسيته وعرف باللي يامان هو اللي حطهم ليه. ومشى باش يهضر معه ولكن ما لقاهش وعيط لباباه وقال له يامان نعرف كل شيء. وهو قال له ما تخافش انا غادي نتصرف. وودع مراته واللي معاه قال لهم عنده شغل وخاصو يمشي وطلب منها منين يساليو بالغدا ترجع مع شيغلام. ومنين مشى سرحان حتى شيغلام تحجت انه كان عندها موعد مهم نساتو ومشات وخلاتهم بوحدهم. من بعد ما مشى كل شيء قالت نيسلهان وجوفين كيهضروا على الماضي وقالت له انت جبان وسمحتي فيا ومشيتي. وهو قال لها وانتي ما تيقتي ومشيتي بسرعه وتزوجتي. ونيسلهان مشات وخلاتو.
سرحان عيط على يمان وقال له فين انت؟ قال له سرحان انا في المستشفى. عوز كارفها قال له ما دير والو، هاني جاي دابا لعندك. الاز وهو غادي ما عطاش قلبه يمشي بلا ما يشوفين، ولقاها حالتها حاله وماشي في وعيها كتبكي، وسلم عليها وودعها، وهي قالت له ديني معاك فين غادي، وهو جاتو على القلب وداها معاه. جوفين كان مع اشرف وقال له علاش راك خايف مني؟ وهو قال له انا ما خايفش منك. قال له جوفين لا خايف مني، وين ما كنتيش خايف ما كنتيش حرجتي عليا اللي ضربوني ودخلوني في غيبوبه حيت كنتي خايف بنتك تختارني وتسافر معايا وتبقى بوحدك. في الوقت اللي كنت انا في الغيبوبه زوجتيها بواحد تاني باش تجبرها تنساني، ولكن باغيك تعرف انك دمرتي حياتنا بجوج، ولحتى هاد اللحظه انا وبنتك عايشين في حزن. ومنين وصل سرحان للمستشفى شاف يامان وهو واقف مع البوليس وكيهضر معاهم، وتوقع انه قال لهم كل شيء على الاز، واتصل به وقال له يلا خاصك تخرج دابا من البلاد. وهنا تسالى الجزء ديالنا، نشوفكم في الجزء الجاي، وما تنساوش لايك والاشتراك. مع السلامة.